عامله لنا سمك بالخلطة السرية. أنا متأكد إن النتيجة هتطلع مذهلة. ايوه، بجرب خلطة جديدة، خليكم معانا وشوفوا النتيجة بنفسكم. هحضر تتبيلة السمك الخطيرة. معايا راس توم ونص فلفلاية حمرا وفلفلاية حامية وفلفلاية رومي وطماطماية ونص حزمة كزبرة وكام عود شبت. وهضيف بقى التوابل: ملح وكمون وبابريكا وكزبرة جافة وعصير ليمونتين ومعلقة خل. هضرب بقى الكلام ده كله كده كويس مع بعض. كده التتبيلة معايا جاهزة. معايا السمك مغسول كويس ومتصفي من المية اللي فيه، وطبعا انا ببقى فاتحاه سنجاري. هضيف التتبيلة. هتبل بقى السمك كويس جدا بقى من جوه ومن بره. وبصراحة انا بحسش ان انا تبلت السمك الا لما بعمل كده بايديا، عشان اتأكد ان هو اتشرب التتبيلة كويس. هغطيه واسيبه كده نص ساعة على ما احضر الخلطة بقى السرية اللي قلتلكوا عليها. هضيف في الطاسة شوية زيت وبصلتين متقطعين مكعبات صغيرة وجزراية كبيرة مبشورة وفلفل رومي وفلفل احمر. هشوحهم كويس كده مع بعض. واخر حاجة بضيفها طماطمية متقطعة مكعبات وببقى شايلة منها القلب بتاعها عشان مش عايزة فيها مية خالص. واخر حاجة قبل ما بطفي على طول بنزل بمعلقة كده من التتبيلة. يا خبر ابيض، الريحة بتبقى تحفة. هجيب بقى ورقة فويل وهدهنها كده دهنة زيت، ودي اختياري، ولكن انا بحب اعملها كده علشان كل واحد ياخد السمكة بتاعته كده بتبقى جاهزة على طول. هقفل كده من الجناب وهقفلها من فوق كده ومن تحت. وهكمل على كده بقى كل الكمية. هحطهم بس على صينية كده وهبدأ اضيف عليهم بقى الخلطة الخطيرة دي. هقول لكم ليه بقى سرية، علشان كنت الاول بحط الخلطة دي نية، ما كنتش بسويها، وبصراحة ما كانتش بتبقى احسن حاجة، وكانوا كلهم بيحطوا لي على جنب كده، ما حدش بيرضى ياكلها. وضفت على الوش كده ورق كزبرة وشبت وشرائح من الليمون. الليمون. الليمون أيوة كده. ورشة من الزيت. وهدخلها بقى على الشبكة. اهم حاجة الفرن يكون متسخن كويس، بتقعد نص ساعة. واخر حاجة بفتح عليها الشواية. شايف الجمال ولا الريحة؟ إيه الجمال ده، يا سلام. خطيرة. أيوة طبعا. اهي الخلطة دي اكلوها قبل السمكة، علشان كده لازم تجربوها. بس الطريقة دي برضو تنفع مع السمك البوري أو الماكريل؟ ايوه طبعا تنفع جدا كمان. طب. اهم حاجة تتفتح سنجاري. طعمها جميل. ايه ده، انت دقت؟ أيوة طبعا دقت. طب ايه رأيك بقى؟ لا بجد تسلم إيدك. تسلم بألف هنا.